قلتها لكم على هذا المنبر منذ سنوات، إن الذي علمني هذا المشهد رجل سكير. عام 68 وأنا طالب في الصف 11 وألبس الجبة والعمة، لازلت شابا صغيرا، أقف في شارع اسمه ميسلون في مدينتي، والوقت متأخر بعد منتصف الليل بساعتين، وإذا برجل يأتي من جهة الحمدية وهو يلوح يمينا وشمالا. عرفت أنه سكران، أحببت أن أهرب من وجهه ولكن استحييت، وما في الشارع أحد غيري وغيره، وأنا أنتظر سيارة تقلني إلى البيت. فاقترب مني ووقف على بعد أمتار ونظر إلي، فإذا لباسه لباس أناس لهم مكانة، وهو قد جاوز 60 من عمره. نظر إلي بعينين ثاقبتين كعيون الصقر. حقيقة أخافتني نظرته، ولكن فيهما ذل وانكسار. وقال بصوت كأنه يأتي من بئر: يا شيخ أحمد يا ابني. عرفت أنه عرفني فارتحت. قلت له بلطف: نعم عمو. قال لي: ارفع راسك لفوق وقل له: يا رب حاجت عبدك هاد، توب عليه يا رب. قلت له: يا عم قل له أنت. قال: يا ولدي إن فمي نجس وأستحي أن أتحدث معه، وأنت شاب ناشئ في عبادة الله، فقل له لعله يتوب عليه. ضممته إلى صدري، بكينا. جاءت سيارة، أوصلته إلى حمام في حارة بنقوسة، لا زالت الحمام. اغتسل. عدت بعد صلاة الفجر، رأيته يذوب خجلا. وصحبت هذا الرجل كل يوم بعد العصر لمدة أسبوع، كنت آخذه مع إخوتي وأصدقائي ليسهر معنا ولكي لا يذهب إلى الخمارة. وقد مضى عليه في ذلك أكثر من 30 سنة، 30 سنة بنزل على الخمارة، وبقي معنا أسبوع. وفي يوم الخميس ليلة الجمعة ودعناه بعد منتصف الليل إلى بيته، وتواعدنا عند صلاة الجمعة في جامع سيد الوالد رحمه الله لنقضي بعد صلاة الجمعة في بستان. وصلينا الجمعة فما جاء الرجل. أرسلت أحد الشباب إلى بيته فجاءني وقال: لقد دفن أبو أحمد. مات؟ قال: نعم مات، وزوجته تريد أن تكلمك. وأسرعت إلى البيت، ووقفت خلف الباب لتقول لي: بالأمس بعد أن أوصلتموه إلى البيت اغتسل وقال لها: يا أم أحمد أسبوع ما شربت كأسا، وأخاف أن أعود، سأقوم لأصلي ركعتين وأقول: اللهم اقبضني إليك في ليلة جمعة حتى لا أعود لذنبي. فقلت له: لن يسمع لك، لسه صار لك أسبوع تايب. فقال: يا أم أحمد ولكنني صادق، فإن مت فأخبري ولد الشيخ أحمد ورفاقه أن يشهدوا لي يوم القيامة أنني تبت إلى الله. قالت: ثم صلى الصبح في جامع قاضي عسكر وعاد ووضع رأسه لينام، وجئت لأوقظه إلى صلاة الجمعة ليذهب إليكم، فرأيته قد رفع أصبعيه وابتسم ومات بعد نومه مباشرة. علمني هذا الرجل درسا: ألا أحتقر أحدا من عباد الله، فما بينه وبين الله باب لا يغلق. وعلمني ألا أستعلي بعبادتي، وألا أرى نفسي على الناس بعلمي ومكانتي، فإن الذي وهبني قادر أن ينزع ذلك عني، فلا هذه لي ولا
ولا تلك علي، انما انا وانتم بين يدي ارحم الراحمين. اي سادة، كل الذين خرجوا في جنازة ابي احمد اكثرهم لا يعرفون انه تاب. مو هذا البشراب؟ نعم، ولكن هذا البشراب صلى ركعتين وطلب من الله ان يقبضه ليلة الجمعة وصلي عليه صلاة الجمعة. اما عجب ربك من اناس كانوا في الجهاد مع رسول الله ومع الصحابة، اسلموا وبعد ساعة استشهدوا فدخلوا الجنة. لا تظنوا بالناس الا خيرا. فذاك العبد الاسود الذي جاء الى النبي يوم خيبر واسلم ورد الغنم، وعند الفجر جاء بعد العصر، وعند الفجر خرج مع سيدنا علي للقتال، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج: خذ هذه من الغنائم، خذها لك. قال: يا رسول الله ما اسلمت على هذا، ما اسلمت لتعطيني غنائم. قال: على ماذا اسلمت؟ قال: اسلمت على ان اخرج مجاهدا فيدخل سهم من هنا فيخرج من هنا فادخل الجنة. قال: اصدق الله يصدق. وخرج وفتحت خيبر، وعند العصر دخل الرسول مدينة خيبر فسأل: اين الراعي الاسود؟ اكثر الصحابة لا يعرفه، هو اسلم في عصر اليوم الماضي. فقال احد الصحابة: يا رسول الله هو ذاك قد استشهد عند الباب. فجاء النبي فوقف فرأى سهما دخل من رقبته وخرج من الطرف الآخر، فابتسم وقال: عبد صدق مع الله فصدقه. ثم أسرع وابتعد عنه. فقال سيدنا عمر وهو السائل دائما: لما يا رسول الله؟ لما يا رسول الله؟ قال: يا رسول الله فرحنا بك وأنت تنظر إلي، وخفنا وأنت تسرع عنه. قال: اما رأيت يا عمر؟ لقد رأيت حورياته في الجنة يتجاذبنه فاستحييت واسرعت. عند الناس عبد الراعي اسود مشرك قبل 24 ساعة. اي احبتي، علموا اسركم وانفسكم على ان تبنوا مجتمعا طيبا سعيدا نقيا تقيا. وكفانا كفانا 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 هذا الكذب على بعضنا، وهذا التشويه لبعضنا، وهذا الذي نقرأه في الصحف والإذاعات والرائي والانترنت. إياكم أن تنقلوه، فإنكم نقلة سوء وأنتم لا تشعرون. فالنبي الحبيب قال: على مثل الشمس فاشهد، فإن لم تر بعينك وتسمع بأذنك فلا تفعل ذلك.